تجد شركات مضاعفها أقل من 10. فهذه واضح أن سعرها أقل من مما يتطلب عائد السهم. وفي نفس الوقت هناك شركات سعرها مبالغ فيه تماما. فأعتقد أنه وقد لا تستطيع هيئة سوق المال التدخل في هذا الموضوع، لكن المستثمر يستطيع. أعتقد الهيئة يجب أن توفر هذه المعلومات باستمرار، وتلزم الشركات التي لا توفر المعلومات الضرورية بتوفيرها، ثم تنشر هذه المعلومات والمستثمر ينظر. إذا رأى مثل ما قال الأخ الكريم أن هناك تضخم وهو صحيح، فيتجنب هذه الشركات. جميل. أو على الأقل يساهم فيها آخذا بعين الاعتبار هذا الموضوع. وكثير من شركات المضاربة تقع في هذه الخانة اللي هي خانة السعر المبالغ فيه. جميل. باختصار دكتور، قضية التضخم إجمالا سواء في الاقتصاد الكلي أو الجزئي، ارتفاع حجم السيولة، ارتفاع المعروض النقدي كما أعلنت آخر التقارير، يرى بعض المراقبين للسوق وبعض المحللين الاقتصاديين أنها انعكست بشكل أو بآخر وساهمت في استقرار مؤشر السوق لتوجه هذه السيولة بشكل أو بآخر إلى السوق للحفاظ على المدخرات. هل تعتقد أنه فعلا كان لها دور كبير جدا في الحفاظ على مستوى آمن للسوق عند 8000 تحديدا؟ أعتقد أن لها دور. طبعا هو سيعتمد اعتماد كبير على قرار مؤسسة النقد فيما يتعلق بأسعار الفائدة. أسعار الفائدة تعرفون من فترة خفض البنك المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساسية، بيس بوينتس أو نصف في المئة. مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية لم تخفض سعر الفائدة، ويتوقع الآن في أي وقت أن يخفض أيضا مرة أخرى البنك المركزي الأمريكي 0.25%. فيتوقع فيعتمد أحد المؤثرات هو إذا كان محافظ على سعر الفائدة. لكن بشكل عام تقول النظرية الاقتصادية والملاحظ في جميع الأسواق أن ارتفاع التضخم يزيد من جاذبية أسواق الأسهم ويقلل من جاذبية أسواق السندات. هذه كقاعدة عامة ولها شواذ. فما أعتقد ما في شك أن التضخم ورغبة المواطنين في المحافظة على القوة الشرائية لأموالهم يدفعهم إلى الاستثمار، سواء استثمار في سوق الأسهم أو في غيره. سوق الأسهم يوفر أداة سريعة ورخيصة للاستثمار. اسمح لي ننتقل إلى آخر اتصالين معنا. أبو ركان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسي عليك وعلى ضيفك الكريم. مساك الله بالخير، يا هلا. تفضل. أستاذي أنا أولا زعلان على هيئة سوق المال. تفضل يا أبو ركان. أتمنى إيجاد هيئة لهيئة سوق المال. النقطة الثانية، ماذا يستفيد السوق من خروج الشركات الحكومية من المؤشر؟ طيب. والنقطة الثالثة، أعجبني قول الدكتور حول السؤال عن التنبؤ عن السوق أن يحول إلى المنجمين. لكن أنا أقول للدكتور هناك نظرية ودراسة للسوق عامة قد تنبئك بوضع السوق الحالي وما يول إليه السوق مستقبلا يعني، والعلم عند الله. وشكرا. طيب، شكرا جزيلا لك يا أبو ركان. أنا أقر معك وأنا مع صوتك أنه هناك أرقام وهناك مؤشرات عديدة، ولكن هل تعكس فعلا هذه المؤشرات حقيقة ما يحدث في السوق والتغيرات السعرية التي تحصل لتلك الأسهم؟ هذا السؤال سأعيده إلى الدكتور سعدون. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير أخو كريم. مساء النور يا هلا. باختصار أخوي سعدون، ما بقى معي إلا 3 دقائق. تفضل. جزيل الشكر لك على البرنامج الناجح. شكرا جزيلا. هل أخي الكريم إعادة احتساب المؤشر الجديد وتقسيم السوق يدي لأن بعض الشركات لا تباع ولا تشترى في نفس اليوم كشركات التأمين؟ طيب، شكرا جزيلا لك يا أخي. شكرا جزيلا لك أخوي سعدون. أعتقد أننا أجبنا عن هذا التساؤل، والدكتور كان مع قضية إعادة هيكلة السوق وقطاعاته. أبو ركان يسأل عن جدوى خروج نصيب الحكومة من بعض الشركات تحديدا. نعم. نعطي مثال قريب، مثلا شركة سابك إن 70% منها مملوك بالحكومة، والحكومة لا تتداول في السوق. فعندما يدخل قيمة سابك كلها، عندما يرتفع سهم سابك 4%، يضرب في القيمة السوقية للشركة بشكل كامل، وبالتالي لا يبالغ الواقع في حركة تداول في السوق، لأن السوق ما هو؟ السوق هي الأسهم التي يتم تداولها وليست الأسهم التي لا يتم تداولها. فأعتقد إخراج هذه الأسهم سواء الحكومية أو أسهم المؤسسين أو
المساهمين كبار المساهمين، أعتقد أن تعكس أكثر حركة السوق. دكتور عبد العزيز العويشق الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من برنامج المؤشر. ختاما أشكر الزملاء في الإعداد ومخرج هذه الحلقة الزميل محمد الهاجري. تقبلوا تحيات محدثكم جمال المعيقل، إلى اللقاء. ما نصيحتك أو نصيحتك للأطباء المدخنين؟